بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم حبايب. اليوم عندنا طريقة الكيك الإسفنجي، طبعا جدا راقي إسفنجي مثل ما جاي تلاحظوا وهش. خلونا لايك حبايب، هذا الكيكة ما تستاهل اللايك، خلونا لايك حبايب. اللايك ما يضركم لكن احنا ينفعنا. الطريقة طبعا بها ملاحظات، ضروري تكملون الفيديو للنهاية. بداية الطريقة والمقادير: عندنا 3 كوب إلا ربع طحين صفر أبيض متعدد الاستعمالات، ضروري تكون نوعية جيدة. طبعا أنا قست بهذا القياس، هذا كوب إلا ربع، وقست بالكوب اللي 250 ملي. عندنا هنا 2 ملعقة كبيرة من النشا، وعندنا أيضا ظرف من البيكنج باودر بهذا هذا الظرف قدامكم، هاي النوعية اللي استخدمتها. حبايب لا تكثرون بيكنج باودر لأن راح تلفتكم الكيكة، لأن احنا الكيكة مالتنا بالمحسن. نخلط المواد بهذا الشكل، ضروري تجانسوهم جيدا بهذا الشكل، نخلطهم إلى أن يتجانسون تماما. نضيف 7 حبات من البيض. هنا عندنا 7 بيضات متوسطات الحجم، طبعا باردات كلش. ونضيف كوب وربع من السكر، وضروري تكون كل المواد باردة حبايب. هنا نضيف الفانيلا ملعقة صغيرة، أو تستخدمون النكهة حسب رغبتكم اللي متوفر عندكم. نضيف هنا قليل جدا من الملح، انتبهوا حبايب من الملح لا تكثرون، بطرف الخاشوقة الصغيرة كلش قليل. ملعقة كبيرة من الخل، طبعا هذا الخل حسب رغبتكم، لكن اضافته فائدة جدا مهمة. اولا طرد الزفرة، وايضا يعطينا هشاشة ويقصر البياض. عندنا هنا ملعقة كبيرة من المحسن الجل، طبعا حبايب انتبهوا المحسن الجل اذا يكون بهذا اللون هذا جديد، اذا يكون لونه مايل للبياض مثل القطن يعني هذا تالف. ينباع طبعا عند ابو المطيبات، وايضا عند العطار متوفر. عندنا هنا نص كوب من الماء البارد جدا، طبعا هذا الماء مجرش بقطع صغيرة من الثلج، ضروري يكون بارد جدا، اذا مو بارد جدا ما راح تنجح وياكم الوصفة. مثل ما ذكرت لكم كل المواد تكون باردة جدا. هنا شغل الخلاط مثل ما لاحظتوا دقيقتين، طلعت لكم العداد قدامكم حتى تشاهدون الدقائق. هنا بعد ما خلصنا الدقيقتين، طبعا سرعت لكم الفيديو حتى لا يطول عليكم. بعد ما كملت الدقيقتين نرجع نضبط العجانة على 5 أو 6 دقائق. هنا عندنا نقلل سرعة العجانة، طبعا بالبداية الخفق يكون بصورة قوية، بعدها نقلل حتى الطحين لا يتناثر علينا، فقط نضيفه دفعات وهي جاي تشتغل بكل هدوء إلى أن ينفذ عندنا كمية الطحين. تقريبا يصير 4 دفعات، انتم حسب رغبتكم، أهم شيء يكون دفعات حتى يتجانس بصورة صحيحة. هنا حبايب بعد ما كملت كل الكمية نرفع القوة مالت العجانة، ونضيف هنا قطرات طبعا من نكهة البرتقال، العفو من ضفت. طبعا هاي نكهة البرتقال حسب رغبتكم، يعني أحب أضيف فانيلا ونكهة أو نكهتين ينطينا طعم جدا راقي. وهاي بعد مرور تقريبا 3 دقائق أصبح عندنا بهذا الشكل، بدأ يتكاثف عندنا. حبايب رجاء لا تنسون اللايك. هنا عندنا بعد مرور 5 دقائق، يعني أصبح عندنا شقد 7 دقائق اشتغلت العجانة. بالبداية دقيقتين وبعدين 5 دقائق، بعدها ضفت 3 ملاعق من الزيت. بعد ما ضفت الزيت، طبعا ما قطعت لكم المسافة اللي أو الوقت اللي ضفت به الزيت، مثل ما لاحظتوا ثواني بعد إضافة الزيت بثواني تطفون العجانة. ما يصير تبقى العجانة مشتغلة وقت أو بقوتها، لأن راح يتلف المحسن الزيت، ما يصير. يعني إذا نضيف الزيت ورا ثواني هاي هي بعد تكمل الكيكة عندنا. هنا عندنا القالب، أنا استخدمت طبعا هذا القدر أو الحلة حسب التسميات. ضفت لنا قليل من العجين حتى ورق الزبدة يثبت عندنا، وطبعا بالأسفل أيضا ورق زبدة أني مشتغلته يعني مسبقا، نلصقه بهذا الشكل.
حبايب ضروري تلتزمون بالطريقة والمقادير، أي خطأ راح تتلف عندكم الكيكة، لأن هاي كيكة المحسن رغم أنها سهلة وتنطيكم نتيجة روعة، لكن الخطوات مالتها والمقادير جدا مهمة. طبعا قبل لا أخليها بالقالب ضروري تحركونها، يعني أخاف أكو طحين يعني جوه داخل العجانة، نحركها ضروري تحركوها. مرات يبقى بالأطراف أو بالقاع طحين يعني ما متجانس من الخليط، نحركه بهذا الشكل ونترك حفرة بالوسط لأن راح ترتفع للأعلى، وندخلها الفرن مباشرة غير حامي مسبقا بالرف الوسط. نترك صينية تحت القالب ضروري حتى تتوزع الحرارة بشكل صحيح. درجة الحرارة 150 أو إلى 160، تأخذ الوقت من الأسفل 50 إلى 60 دقيقة، ثم من الأعلى 5 دقائق فقط أو حتى يشقر لونها. كل ما تخلون الكيكة قليل اللون مالتها راح تنطيكم هشاشة أكثر، لا تخلوها كلش تحمر وياكم أو تحترق من فوق، راح تكون صلبة. كل ما تكون بيضة تكون هشة. وهذه الصينية مثل ما لاحظتوا أنا هيك أشوي الكيك حتى ينطينا لون حلو. وهذه طبعا بعد تقريبا 60 دقيقة كملت عندنا، تركتها تقريبا 10 دقائق وبعدها غلفتها رأسا بالنايلون طبعا، وهي يعني بيها حرارة حارة بعدها، لأن كيك المحسن لما يكمل شوي يكون من الأعلى ناشف، فلما نخلي عليه هذا الكيس النايلون أو علاقة أو سفرة استعمال واحد راح تنطينا طراوة. هذه بعد مرور تقريبا 15 دقيقة تركتها مغلفة، هذا شكلها النهائي. والهشاشة ما أحكي لكم عن الهشاشة والريحة جدا راقية. طبعا أنا استخدمت القالب ما ذكرته طبعا، القياس مالته 25 سنتي قياس القالب. طبعا أنا استخدمت القدر لأن ينطينا ارتفاع للكيكة جدا راقي، والشو مالته أيضا راقي. هذا ارتفاع الكيكة مثل ما لاحظتوا 5 أصابع، يعني الارتفاع جدا راقي. وهاي الهشاشة مالتها طبعا بعد ما بردت تماما، يعني ضروري تتركوها تبرد إلا تطلعوها من القالب، لا تطلعوها مباشرة. وهذا الهشاشة مالتها مثل ما لاحظتوا، وحبيت تشاهدونها أيضا من الداخل، قطعت لكم إياها بهذا الشكل حتى تشاهدوها من الداخل. الهشاشة مالتها جدا راقية وقطنية. ولا تنسونا من اللايك، ومع ألف سلامة وانتظرونا بوصفات أخرى.